السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد. النهارده يا جماعة جايبين لكم فيديو يعني زي ملخص كده يعرفك يعني إيه هو الشعب السوداني. طبعا السوداني عموما يا بس بيبقى عامل ازاي؟ كنيته يعني هو بيبقى عامل ازاي؟ روح الفكاهة عنده يا بسيوني. روح الدعابة والمرح والفكاهة. طبعا ده معروف إن إخواتنا السودانيين من طيبة قلبهم بيحبوا كل الناس تضحك في وشهم، بيحبوا الضحك، ما يحبوش حد يكشر في وشهم. طبعا يا داليا لان احنا لما نيجي نشوف اخواتنا السودانيين لما بيجوا يتكلموا مثلا عن مواقف طريفه او بتاع، تحس ان هو بيخلي اللي قدام منه دوت يعني يفقد السيطره على نفسه من كتر الضحك. ماشي. وخلي بالك دايما بنشوفهم ان هم داليا دايما في الادوار الكوميديه مختلفين شويه ولهم لمسه مختلفه اصلا يا بسوني. ده يعني دي بالنسبه للفيديو بتاعنا، لكن هم كشعب اصلا وانت بتشوف لهم بلاش مواقف، بنشوف الاغاني بتاعتهم ذات نفسها، تحس ان هي من جواك انت قاعد بتتفرج وقاعد مستمتع وقاعد بتضحك كده فرحان بهم. لا هم طيبين. دي خلي بالك يا داليا بقى ترجع لقلبهم وطيبه قلبهم اللي هي اساسا مولوده فيهم. اكيد يا بسيوني. فعلشان ما نطولش عليكم يا حضرات مقدمه الفيديو، هندخل نشوف اخونا السوداني دوت عمل ايه. وما تنسوش يا جماعه دعمنا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. صلاة الجمعة مولانا بيخطب في الجماعة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هيا أخواننا يا عباد الله، الأيامات دي في موضة جديدة، النسوان بقوا يدقوا الرجال. هالكلام ده عيب. أي واحد في الأخوة المصلين مرته قاعد تدقوا قاعد تهبروا يقف لنا على حيله. قال لك الجامع ده كله يقف فوق، اللي في واحد اسمه وليد ما واقف على حيله. مولانا قال هذا كلام طيب مبارك فوقه. اقف يا وليد ورينا مرتك ما بتدقك كيفين. قال له والله يا مولانا مرتي من كثرة ما دقاني علي الطلاق الوقفه غلبان. بلدياتنا اول مره يصوم واقف في الشارع الساعه 10 صباحا بندب في حظه. ويو لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا اخوانا ده ما طريقه ده يا دوب اول يوم في رمضان، اذا استمرينا 30 يوم هننتهي. لا اله الا الله. خفف علينا يا رب العالمين. ندخل الجامع كمان نصلي ركعتين يمكن ربنا يخفف علينا. دخلت الجامع بلدياتنا دقنوا للركبه قاعد يدعي لربه رب العالمين. رمضان ده ميتوا لنا كده نحسبه 4 شهور. ده اللي قال قلت شنو هنا على بالك انت عوير ولا شنو 4 شهور؟ رمضان ده مفروض يكون زي كاس العالم كل 4 سنة في دولة. أسرة قالوا اثنين كلها ثقيلة، الراجل أضانه ثقيلة، المرأة أضانه ثقيلة، البيت أضانه ثقيلة. أي سواق يجوبيه يوصل البيت الجامعة يختلف معهم. اليوم ده جابوا سواق برضه أضانه ثقيلة. قالوا من كثرة ما اثنينهم ثقيلة وقعت صاقعة جوا البيت كرو كو. الراجل قال يا اخوانا شوفوا دق الباب ده منه. ثقل مبالغة. الراجل جا خاش فتح الباب سلم على المرأة السلام عليكم. قالت له وب عليه تطلقني أنا يا ما عندك 30 سنة والله لا أكلم لك بنتك يا محاسن. تعالى يا يوم أشوف أبوك 30 سنة دار تطلقني. قالت له من دي أنا الزوج السواق ده والله لو بقى آخر راجل ما تزوجه. حس وقف لكم في حدوده. مشت السواق لقيته قاعد في العربية قالت له هي تاني هي الثالثة للجيران يكون في علمك أنا ما حزوجك ما حزوجك. قال له اسمع يا ما العشاء ده أي حاجة بيها بجازفها يا. تخيل معاي فلاتي مرته راحت منه في العفرة، في نص العفرة راحت منه بيكورك لها خديجة يا خديجة يا وهم يا تيرا واحد ما دخلكم التاسية هي يتلغن خديجة. في مصر مرته رايحة بناديها بطريقة لطيفة يا مرفت. الله رحت فين يا حبيبتي؟ ده انا اتخضيت عليك يا مرفت، ده انا ما اقدرش اعيش بدونك يا خديجة. وهيات الين فيك اكتر فيك شلدود اخليك زي خديجة يا مرفت. يتلاقوا وجها لوجه المصري والفلاتي. فلاتي قال للمصري اسمع مرتك دي شكلها كيف والصفة لنا جبان تلاقينا في حتة ضيقة جاسف نجيب لك يا امك. قال له مراتي حلوة طويلة شعرها طويل عيونها كبيرة شعرها اسود لابسة بنطلون جينز حلوة خالص. انت مراتك شكلها ازاي؟ قال لي اسمع مرتي جا لي اروح نفتش مرتك دي بس.
الإخوة الأعزاء المستمعين في كل مكان، نلتقيكم الآن على قناة همبريبل الكوميديا. وفي اللحظات التالية من داخل اتحاد الفنانين استطعنا أن نلتقي بمجموعة من الذين تغنوا لهذا الوطن. نلتقي أولا بالفنان الأستاذ عبد الكريم الكابلي. أستاذ كابلي أهلا مرحبا بك. أهلا ومرحبا بأخي وصديقي وحبيبي المبدع دوما علي، لك التحية والتجلة، وأنا سعيد للغاية أن أتحدث في هذا اليوم وأن أغني أغنية الحماسة، وإن شاء الله حقدم لكم أغنية خال فاطمة. أبكريك في اللي جاي سدر حبس الفجي، خال فاطمة ليهم ولا لي قلبي ذا الرجال أبغى يسلم لي، خال فاطمة ليهم ولا لي قلبي ذا الرجال أبغى أبويا، خال فاطمة ليهم ولا لي قلبي ذا الرجال أبغى. شكرا كابلي. في اللحظات التالية نواصل. لا شك بأن أغنية الحقيبة تعتبر هي الأساس للأغنية السودانية. إذا نلتقي مع أحد عمالقة الحقيبة، عمنا الفنان مبارك حسن بركات. أهلا هاي نقدم لكم الآلاف درجين الشيالين جاهزين. أبو لابر الآلاف درجين ولدا يضمك نيجي قلبي جريجر وفوق غير حدي. الآلاف درجين ولدا يضمك نيجي قلبي جريجر وفوق غير حدي. أغني وشكري هو الليلة يمنية تمساح الظهائر الضارب اللية. سمعنا أننا خبرا في الهلالي 17 جواز سكن 700 قلبي جرير فوق غير حدي. الآلاف درجين ولدا يضمك نيجي قلبي جرير فوق غير حدي. شكرا عمنا مبارك حسن بركات. ونواصل معكم، وهذه المرة من ود مدني زاد الشجون حلم الأماسي يا عمك الأستاذ الفنان محمد الأمين. أهلا مرحبا بك أستاذ أبو الأمين. أهلا ومرحبا بكم، ونحن سعداء للغاية إنه نكون معاكم الليلة. أنا حقدم لكم وعد النوار. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من أول وريتنا إنك يمكن تتأخر يوم. شكرا. طبعا يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.